ده شيء ايجابي، زي ما شفنا مثلا في تصويت المصريين في الخارج لما حرموهم من حكايه التصويت بالبريد، مدوا لهم يوم. يقدروا مظبوط. يسافروا. شكرا، بشكرك داليا زياده، مدير التنفيذي لمركز ابن خلدون. ومعي على الهاتف مين معنا يا جماعه؟ الأستاذ محمد علي علاو، رئيس رابطة المعونة اليمنية لمساء الخير لحقوق الإنسان. مساء الخير يا فندم. مساء الخير والعافية. أهلا بيك وشرفتنا ونورتنا في مصر. الله يسلمك، منورة مصر بأهلها. الله يخليك. يعني ملاحظاتكم يا فندم وأنتم تتابعون الانتخابات المصرية، ملاحظاتكم إيه من ترددكم على اللجان المختلفة؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة. ملاحظاتنا أو متابعتنا للعملية الانتخابية المصرية، لازلنا نتلقى المعلومات والتقارير من البعثة الميدانية في كل المراكز التي زارتها. سنصدر به تقرير مبدئي بعد انتهاء عملية الفرز إن شاء الله تعالى. طبعا نستطيع أن نقيم ما حصل أو بشكل مبدئي أنه الظروف التي تمت فيها الانتخابات كانت ملائمة إلى حد بعيد وفقا للمعايير الدولية. اثنين، لم تحدث أي انتهاكات جسيمة تشكك أو تطعن في نزاهة الانتخابات. ثلاثة، زرنا أكثر من 13 محافظة مصرية. وطبعا حدثت اختراقات شخصية لفترة الصمت الانتخابي من قبل البعض من الحملات الشعبية، من الاحتفالات أمام اللجان أو من هذا القبيل، لكن ليست رسمية. لكن في إجمالي ما نستطيع أن نقول حول العملية أنها كانت إلى حد بعيد عملية جيدة ونزيهة، ويعني نبارك للشعب المصري هذا الإنجاز العظيم، نجاح العملية الديمقراطية وشفافة ونزيهة ولا بأس بها. محمد، يهمني أسمع تقييمكم لهذا الأمر. هل ده في أي مخالفة؟ هل في ده في أي يعني بتقيموه ازاي يا فندم؟ طبعا نحن حضرنا أمس ولاحظنا جميعا الجو تمدد ذلك شأن هذا الجانب. طبعا أهل الظروف ملائمة ولا توجد يعني انتهاكات جسيمة، لا في اليوم الأول ولا في الثاني ولا في الثالث. الحقيقة التي أريد أن أسجلها هو ولاحظناها بشكل ربما من جميع البعثات، والكثافة الشديدة لنساء مصر. نساء مصر كان لها وجود فاعل ومتميز في هذه العملية، وحقيقة أنه شيء يسر الجميع. طبعا سأتكلم كشعوري كعربي. نعم. أشارك في هذه العملية وأنا فخور فيها جدا. بشكرك جدا، ونحن فخورون الحقيقه ان حضرتك موجود معانا. يعني اخ وشقيق عزيز علينا هنا اهل اليمن، يعني اشقاء طبعا في المقام الاول. بشكرك شكرا جزيلا سيد محمد علي علاو، رئيس رابطه المعونه اليمنيه لحقوق الانسان، احد المؤسسات التي يعني تتابع العمليه الانتخابيه. هو فخور بهذه العمليه، ملاحظاتهم كلها لا تشكك في اي شكل من اشكال في نزاهه هذه العمليه، ودي احدى المنظمات الموجوده لتتابع. طبعا عندنا الجامعه العربيه موجوده، وعندنا زي ما قلنا لكم الاتحاد الاوروبي هيعلن تقييمه غدا. ومعي على طيب قبل ما اخد اتصال، احنا دلوقتي 8 و10 خلاص يا جماعه، 40 دقيقه واللي ما نزلش ينزل. 40 دقيقه على اغلاق الابواب، ارجو اللي ما نزلش ينزل، ارجو انكم كلكم تشعروا بالفخر والسعاده. فاضل 40 دقيقه وتنتهي العمليه الانتخابيه، واللي ما نزلش ينزل.
مين معانا؟ المستشار محمد عبد الهادي، عضو غرفة عمليات نادي القضاة. مساء الخير يا سيادة المستشار. مساء النور يا فندم. اهلا بيك. متابعتكم ايه النهارده؟ هل جات لكم شكاوى؟ خلاص فاضل 40 دقيقة وينتهي الانتخابات يعني. ده الحمد لله الامور النهارده هاديه، يعني ما فيش حاجه تؤثر على سير العمليه الانتخابيه. الحمد لله. هل عندكم احصاء يا فندم بالاعداد اللي النهارده بالذات يعني انتخبت؟ لا، هو الامور النهارده على مستوى الجمهوريه في اللجان الفرعيه كانت هاديه دي نقدر نقول ان كان الاقبال اقل من اليومين اللي فاتوا. وده شيء متوقع طبعا، دايما يعني اليوم الثاني بيبقى اقل من الاول، واليوم الثالث بيبقى اقل من لكن تقريبا قد ايه يا فندم؟ هل عندكم احصاء؟ لا كعدد لا، لكن اقدر اقول لحضرتك ان النسبه العامه حاليا تبقى متوسطه يعني. فالنسبه العامه كلها تبقى كام يا فندم؟ اتفضل. متوسطه. وحضرتك غرفه عمليات نادي القضاء لم تحصر نسب الناخبين في اللجان الفرعيه، ولكن احنا بنعرف من حيث اختيارات الساده القضاه سواء بتكثيف اعداد الناخبين في فترات معينه او في حاله الاسترخاء في فترات اخرى بتجديد التامين ثم برضه تخفيف التامين، بنعرف اذا كانت الحاله في تزايد او في هدوء. فاقدر اقول لحضرتك ان على مدار الثلاث ايام الامور تعتبر النسبه العامه متوسطه يعني. تقريبا كام يا فندم؟ لو النسبه العامه متوسطه يبقى تقريبا اصل هو متوسطه دي بتبقى دايما قبل 50% ب10 وبعد 50% ب10. بعد 50 بتكلم في متوسطه يعني مش طبعا مش معنى كده ان هي ممكن تكون تجاوزت ال50 او لا، بس اللي اقدر اقوله ان هي بتبدا من متوسطه، يعني بتبدا من قبل ال50 ب10%. يعني بنتكلم من 40 ل 50% تقريبا تقديراتكم. تقريبا. طيب يعني عموما يعني طبعا الفرز هيبدا على طول يا فندم، مش كده؟ ان شاء الله بعد تمام الساعه 9 يتم حصر المتواجدين في المجمع الانتخابي ويطلب اصواتهم ثم تبدا عمليات الفرز. وتعلن كل لجنه فرعيه عن نتائجها. الفرز بيتم في حضور طبعا مندوب المرشحين الا من لم يحضر. بتبدا اللجنه في عمل الفرز ثم بتفتح محضر الاجراءات وتثبت اولا مجموع الاصوات اللي في الصندوق لمطابقتها بالاصوات اللي حضرت ووقعت في الكشوفات، ثم بتفصل الاصوات الباطله على الاصوات الصحيحه، ثم تبدا تفرز الاصوات الصحيحه وتعلم بالارقام على كل مرشح، ثم بتحرر محضر باجراءات الفرز ونتيجته، تسلم نسخه منه لمندوب المرشحين وترسل الاصل للجنه العامه التابعه لها. اللجنه العامه تشرف على اكثر من لجنه فرعيه طبعا. بتتلقى محاضر اللجان الفرعيه وتقوم هي بحصرها في محضر اجراءات واحد للجنه العامه، ثم بتسلم نسخه منه ايضا كنتيجه لجنه عامه لمندوب المرشحين، ثم ترسل الاصل الى غرفه عمليات اللجنه العليا في المحافظه اللي التابع لها اللجنه العامه. الغرف العمليات بترسل هذه التقارير او محاضر فرز اللجان العامه الى اللجنه العليا هنا في القاهره. طبعا بيبقى في فتره الاعتراضات والتظلمات طبعا. ثم ان شاء الله تعلن اللجنه العليا زي ما قالت قبل 5 يونيو النتيجه النهائيه. سياده المستشار، لو حد من مندوبي المرشحين، احنا سامعين انه سيد حمدين صباحي سحب بعض مندوبيه او يمكن معظم مندوبيه من اللجان، هل عدم وجود اي مندوب لحمدين صباحي يعني يحصل ايه وقتها؟ شوف يا فندم، الاجراءات والتعليمات والقانون وضحوا الحته دي. اللجان عند اصلا انا بملك ان انا افتح اللجنه بعد ساعه من ميعادها في حاله عدم حضور مندوبين، ومن ثم اذا كنت املك الاكثر فاملك الاقل. انا اقدر افتح اللجنه ابتداء من غير مندوبين، وبالتالي اقدر اجري عمليه الفرز من غير مندوبين. الفكره كلها ان حضور المندوبين ده مقرر لمصلحه الناخب، لمصلحه المرشح، انا اسف، مش لمصلحه مش مقرر علشان اتمام او صحه اجراءات اللجنه. هو القانون لما شرع مندوبين المرشح شرعهم علشان الناخب يبقى على بصيره بما يتم في وبالتالي هو حر بقى. وبالتالي هو حر مش اولا واخيرا هو له مطلق الحريه بقى يحضر مندوبين او ما يحضرش. طيب بشكرك سياده المستشار محمد عبد الهادي، عضو غرفه عمليات نادي القضاء، ومعايا الفنانه الجميله يسرى. مساء الخير يا يسرى. يا مساء الورد عليكي، ازيك يا حبيبتي؟ انا عارفه ان انت من اوائل اللي بتنتخبوا، بتنزلي كمان تشجعي